رواية فيرتيجو لأحمد مراد التي تحولت إلى مسلسل عرض سنة 2012. تبدأ أحداث الرواية بمذبحة مروعة في بار فيرتيجو، حيث يقتل 2 من رجال الأعمال. أحمد كمال كان مصور في البار، قام بتصوير المذبحة، فكان شاهدا على الجريمة. باش لقى نفسه مطارد من قبل المتورطين، حاول استغلال الصور فيعرض حياته للخطر. تكشف الرواية عن فساد في المجتمع المصري، وعن أساليب السلطة في تصفية خصومها. في الرواية يجمع أحمد مراد بين العربية الفصحى واللهجة المصرية، مما يجعل الرواية خفيفة في أسلوبها وعميقة في محتواها وفي تحليل مكونات المجتمع المصري الحالي وحتى بقية المجتمعات، لأن الرواية صالحة لكل زمان ولكل مكان، ويمكن بما أنها تتحدث على الفساد أن تكون في أي بلد، خاصة في البلدان العربية. الرواية جميلة ومشوقة، قراءة ممتعة.